حاسة إن حياتِك متلخبطة ومش عارفة ترتبيها، النهارده هاقول لِك على 7 خطوات يساعدوكِ على ترتيب أولوياتِك، لو رتبتيهم صح حياتِك كلها هتتغير بإذن الله. الأولوية الأولى علاقتِك بربنا، أي نجاح بعيد عن ربنا هو نجاح مش كامل. ممكن يكون عندِك فلوس كتير وشهرة وشهادات، لكن جواكِ فراغ كبير. ربنا سبحانه وتعالى قال: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." يعني الهدف الأساسي اللي إحنا موجودين عشانه هو العبادة. طيب أنتِ دلوقتي ممكن تفهميني غلط، يعني أنتِ عاوزاني طول النهار مثلًا أقعد على السجادة وما أشوفش اللي ورايا والشغل والبيت والمسؤوليات. أبسط بداية عاوزة أقولها لِك إن أنتِ تكون أساسياتِك صح، المحافظة على فروضِك، المحافظة على وردِك من القرآن، المحافظة على أذكارِك، المحافظة على ورد من الدعاء. صدقيني علاقتِك بربنا هي العمود الأساسي في حياتِك وفي يومِك اللي هتتبني عليه بقية حياتِك بعد كده. عاوزة أقول لِك على الأولوية كمان التانية صحتِك، وأنتِ بتهتمي بصحتِك والّا لأ؟ بتهتمي بأكلِك، بتهتمي بشرب مَيّتِك، بتهتمي إن أنتِ تلعبي رياضة. مش باقول لِك روحي الgym يا ستي، العبي رياضة حتى لو في قنوات كتيرة على اليوتيوب بيقولوا لِك على أنواع التمارين اللي تناسبِك. ممكن تعملي ده وأنتِ قاعدة في البيت، يعني جسمِك أمانة هتتحاسبي عليها يوم القيامة. يعني ما تستنيش لمّا تتعبي عشان تبدئي تهتمي بجسمِك. الأولوية التالتة عيلتِك، في ناس بتضيّع عمرها كلّه في الشغل، ولمّا تلتفت حواليها سواء الأب أو الأم يلاقوا أولادهم كبروا. العيلة صدقوني مش محتاجة فلوس قد ما هي محتاجة حُب واهتمام. 5 دقايق مع أولادكم، حضن، ابتسامة، يعني كل ده بيبني ذكريات عمرها ما بتتنسي. الأولاد مش بينسوا الحاجات ديّة خالص، حتى أنتم افتكروا إيه اللي أنتم يعني بتفتكروه من أيام زمان وأنتم صغيرين لباباكم ولمامتكم. صدقوني العلاقات محتاجة رعاية زي ما هي يعني يعني عشان نقدر نعيش. تمام. ال الأولوية الرابعة تطوير نفسِك. طبعًا الدنيا بتتغيّر بسرعة وأولادِك كمان بيتغيّروا معاها وكل اللي حواليكِ بيتغيّر بسرعة وأنتِ واقفة مكانِك سواء في مطبخِك أو في شغلِك. حاولي تطوّري من نفسِك، تقرأي، تتعلّمي، تسمعي podcast حتى لو ربع ساعة. صدقيني كل معلومة جديدة هي استثمار في نفسِك. الأولوية الخامسة اللي معانا وقتِك. الدقيقة اللي بتعدّي ما بترجعش تاني. ما تقعديش طول النهار تتصفّحي عشوائي. اسألي دايمًا نَفْسِك أنتِ وقتِك رايح لمين ولإيه. ما تضيّعيش. لا تزول قدم عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن 4، من ضمنهم عن وقته فيما أفناه. تمام. الأولوية السادسة معانا اللي هو العمل ومصدر الدخل. طبعًا الشغل مهم جدًا وهو أساسي لينا كلنا، وطبعًا أساسي لكل رب أسرة. في ناس من الأمهات كمان بتشتغل. مش معنى إن أنتِ ما بتشتغليش إنِّك فاشلة. أنتِ لمّا بتساعدي في تكوين أسرة أو تنظيم البيت أو كده، أنتِ بتقومي بعمل كويس، بتساهمي في بناء مجتمع. بس في ناس بالنسبة لها الشغل مهم، ففي الطريقة ديّة أو في الحالة ديّة لازمًا يكون في توازن حقيقي بين البيت والعمل عشان الحياة تستمر والحياة تنجح. الأولوية السابعة ودي مهمة جدًا، العلاقات النافعة. صدقوني الناس اللي حوالينا بيأثّروا فينا جدًا. ممكن في شخص يقابلِك يخلّيكِ، وأكيد كلّكم مرّيتوا بالإحساس ده، يخلّيكِ مُحبطة جدًا، وشخص تاني يقابلِك يخلّيكِ في قمة الطموح. الصُحبة بتأثّر في الأفكار والعادات بطريقة كبيرة. وكده نكون قُلنا ال7 أولويات. لو سألتِك دلوقتي إيه الأولوية رقم 1 في حياتِك، يا ترى هتكون إيه؟ إيه الحاجة اللي ناوية تغيّريها وتعيدي ترتيبها وتدّيها وقتِك واهتمامِك؟ يعني اكتبي أولوياتِك في ورقة ورتّبي حياتِك وشوفي إيه الأهم بالنسبة لِك وابدئي حياتِك من جديد. وما تنسيش تعملي like وتشتركي في القناة وتعملي share للفيديو، وأشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.